النهارده بنت اختي قالت لي ان اقل حاجه فيا انترستنج ان انا دكتوره. انتوا مش متخيلين مدى سعادتي بالجمله دي، لان سعادتي بالجمله دي ما تتوصفش. ليه؟ لان اخيرا اللي بديت اشوفه في نفسي بدا الناس حواليا يشوفوه فيا. انا فعلا عمري ما كنت شايفه نفسي ان انا دكتوره، بس طبعا الخلفيه الطبيه، الشهادات اللي انا خدتها في طب، ممارستي للطب النفسي اكتر من 11 سنه، هتفضل جزء لا يتجزأ من هويتي مهما عملت. لكن الحقيقة إنه الطب النفسي مجرد جزء مني، ما هوش أنا كلي. وإنه لما كان الناس بتتعامل معايا يعني بهوية الدكتورة اللي هي لها صبغة معينة في العقل الجمعي، يعني يمكن طريقة لبس معينة، يمكن طريقة كلام معينة، يمكن توقعات معينة، ده كان دايما بيحسسني بانقسام من جوه. ده غير ان مش عيب ان انا اقول ان اغلب الدكاتره النفسيين لما بيختاروا المجال ده في الاصل بيبقوا بيختاروا عشان هم اللي يتعالجوا. ومش بس يعني دكاترة نفسيين، أي حد بيشتغل كوتش، أي حد بيشتغل معالج نفسي، لو بص في نظرة صادقة في المراية هيفهم إنه الانترست بتاعه في المجال ده بيبقى علشان خاطر هو عايز يتعالج. فأنا قضيت سنين طويلة بتعالج، يعني بيبقى في عندي دكاترة بتسوبرفايز مي وبتعالجني يعني، وكمان احنا بنتعالج من خلال الناس. لكن كان دايما في حتة بتقف كده، في حتة ما بتبقاش كاملة. وبعدين انتبهت ان انا محتاجة اعمل حاجة اكتر من كده، اكتر من العلاج الكلامي. بالصدفة البحتة اتفتح يعني في حياتي طريق اليوجا. اليوجا بالنسبة لنا احنا كدكاترة نفسيين لما هنيجي نتكلم عن اي حاجة بتتكلم بطريقة روحانية غريبة شوية، مش ساينتفك بيزد، احنا بيبقى عندنا تحيز يعني. بالرغم ان انا قريت كتاب من فترة طويلة اسمه The Body Keeps the Score، وكان في فصل عن معالجة التروما باليوجا، بس طبعا كان في هجوم من المجتمع العلمي على الفصل ده اللي هو يعني مش scientifically based قوي. ولو ان اصبح بعد كده بقى في ابحاث كتير جدا بتشيد ب اليوجا ونفعها على تمارين التنفس، وازاي هي بتنظم الجهاز العصبي، وانها فعلا بتساعد في تخريج التروما. بس يمكن الابحاث مش بالكثافه دي، او يمكن احنا بنبقى خايفين على لقمه عيشنا فمش عايزين نقول ان في طريق تاني ممكن يعالج الناس اسرع. انا جربت اليوجا بنفسي لمده سنتين. اليوجا صلحتني على نفسي وعلى جسمي، وعملت لي اللي العلاج النفسي الكلامي عمره ما قدر يعمله. فانا بقيت مقتنعه ان الطريق مش بس في الطب النفسي، ان الطريق ممكن يبقى حاجات كتيره قوي. زمان كان عندي ممكن تحيز ضد الكوتشز، ضد اللايف كوتشز وكده، حاسه ان هم ما درسوش العلم اللي احنا درسناه. لكن بعد ما قلبي اتسع اكتر وبقيت بشوف مثلا، يعني بقى عندي صحاب كوتشز وبقيت بتكلم معاهم، لقيت ان العمليه العلاجيه اصلا بتعتمد في الاول وفي الاخر على شخصيه المعالج. فكل ما كان المعالج عنده خبرات ثريه، بغض النظر هو دارس ايه، ده بيفرق كتير في كفاءته. نرجع تاني لجملة بنت أختي اللي كانت بتقولي فيها إنه the least thing interesting about you is being a doctor. طبعا جيل جين زي كله يعني انجلش فمعلش. آم، ده خلاني احس ان انا محتاجه ان انا اظهر للناس بشخصيتي الحقيقيه. كنت بحس بوجع او ان في حاجه ناقصه لما الناس بتناديني يا دكتوره، كأن ده مش كلي، او مش ده الحاجه الوحيده اللي اقدر اساعد بيها الناس. انا شخص بيحب حاجات كتيره جدا. انا اتعلمت يوجا بشكل احترافي من كتر بقى ما غرقت فيها وفي حبها، وبقت بالنسبه لي دلوقتي حاجه اساسيه في حياتي، وبقيت يوجا تيتشر بعد كده. انا بحب الرقص جدا، انا باخد ورك شوبس احترافيه في الرقص، ومقتنعه جدا ان الرقص بيعالج نفسيا. ده غير ان انا مطلعه وقارئه وبقرا حاجات كتيره جدا، وبحب اتعلم لغات. آه، انا بغوص جامد في علم الفلك. اي حاجه بيطلعوها يعني بقرا فيها، بشوف اذا احتمال ممكن تكون فيها حاجه تساعد. فحاسه ان موضوع دكتوره ده يحطني في قالب ويحيي يعني، يحطني كده في بوكس صغير قوي، وانا اكتر من كده. يمكن عشان كده انا قررت ان انا اتخلى عن هذا اللقب، واني اختار لقب يعني يشملني كلي. ومن اول ما خدت القرار ده وانا نفسيا حاسه ان انا مرتاحه. انا حاسه انه نوع العلاج اللي انا بقدمه
هو ما هواش طب نفسي، ما هواش بس سايكوثيرابي، هو حاجة أعلى من كده. فأعتقد إن هو نقدر ندرجه تحت الكوتشنج، بحيث إن أنا أقدر أساعد الناس بكل اللي أنا عرفته، بخبرتي في الحياة، بالصعاب اللي أنا مريت بيها، بخبرتي في اليوجا، خبرتي في الطب النفسي برضو، لأنه هو هيفضل طول الوقت برضو اللي ربى دماغي. وأعتقد ده يديني credibility ويديني مصداقية أكتر من اللي داخل على الكوتشنج على طول يعني، فأنا مش محتاجة ألغيه، بالعكس دي حاجة حلوة. فكنت حابة أشارك معاكم الأبديت ده، وأتمنى إن انتوا يعني تفضلوا متابعين ليا وتتفرجوا على فيديوهاتي، يمكن يكون فيها حاجة تفيدكم. وشكرا.